ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض فتة شاورما في البيت. مفيش ألذ ولا أطعم من كده. هنعملها بطريقة سهلة قوي وطعمها يجنن، احلى من اي فتة شاورما بقى انتوا دقتوها قبل كده. تعالوا نشوف عملناها ازاي. انا عندي تقريبا حوالي نص كيلو من صدور الدجاج مقطعاه تقطيعة الشاورما. عندي بقى كوباية زبادي، عندي شوية توابل، ملح وفلفل، بصل باودر وتوم باودر، بابريكا، بهارات دجاج، توابل شاورما، تقريبا من كل حاجة نص معلقة صغيرة. عندي بقى معلقة كاتشب كبيرة، نص معلقة صغيرة صويا صوص ودبس رمان، عندي معلقة زيت كبيرة. وهبدأ بقى أقلب التوابل دي كلها مع بعض كده، ونبدأ نضيف الشاورما. لو مستعجلة عليها ممكن نص ساعة، يعني اسيبها نص ساعة في التلاجة. لو مش مستعجلة عليها ممكن نسيبها طبعا ليلة كاملة، ممكن ساعتين تلاتة. كل ما بتقعد في التتبيلة كل ما بتشرب من التتبيلة وطعم الشاورما بيبقى حلو قوي. انا بدأت اغلفها واسيبها في التلاجة تقريبا حوالي ساعتين كده. عندي بقى عيش شامي او عيش لبناني، اي نوع عيش عندكم، مقطعاه مكعبات كده زي ما انتم شايفين. عندي معلقة زيت كبيرة على سمنة. هبدأ اضيف السمنة والزيت مع بعض كده ونقلب العيش بتاعنا كويس. نتأكد كده ان هو كله شرب من السمنة والزيت بتاعي. هبدأ ادخله الفرن. ونخلي بالنا طبعا واحنا حاطينه في الفرن ان احنا نقلبه كده كل شوية عشان كله ياخد لون واحد ويبقى مظبوط معايا. ونبدأ بقى نحضر التومية. عندي نص كوباية لبن، عندي تقريبا معلقة نشا كبيرة كده. هبدأ قبل ما احطهم على النار على البارد كده، هبدأ اقلب كويس النشا مع اللبن لحد ما النشا تدوب معايا كويس جدا. وابدأ بعد كده ارفعهم على النار. اهم حاجة ان احنا دايما ايدينا باستمرار احنا بنقلب التومية. بدأت بقى رفعتهم على النار وايدي على طول كده شغالة لحد ما تاخد قوام كده، ولا تبقى يعني تقيلة قوي ولا تبقى خفيفة، يعني القوام يبقى مظبوط. فضلت اقلب بقى فيهم لحد ما بصوا خد قوام حلو قوي معايا. هسيبها تهدى خالص وبعد كده نبدأ نشتغل فيها. عندي بقى رشة ملح، عندي معلقة مايونيز كبيرة. ممكن نزود المايونيز شوية الناس اللي بتحب المايونيز، بس هي يعني معلقة مظبوط قوي. عندي ربع كوباية لبن تاني عشان نخفف القوام بتاعها. عندي فصين توم مفرومين، معلقة خل كبيرة. ونبدأ بقى نضرب كل ده بالهاند بلندر، بالخلاط، بأي حاجة متوفرة عندك مفيش مشكلة، لحد ما ياخد قوام كده كريمي، ويكون القوام ولا خفيف قوي ولا يعني سميك قوي، يعني مظبوط. بدأت اضربها بقى بالهاند بلندر لحد ما خدت القوام اللي انا عايزاه. حلو قوي كده. التوميه بتاعتي جاهزه والعيش بتاعي خلاص قرب يخرج من الفرن. ومجهزه تتبيله الشاورما، مش ناقص بس غير ان احنا نعمل شويه رز. بصوا ده كان شكل العيش بعد ما خرج من الفرن، كله واخد لون حلو قوي وخفيف ومظبوط جدا. تعالوا نعمل مع بعض بقى الرز. عندي معلقه سمنه على زيت. بدأت اضيف عليها بصلايه كده. انا مش عايزه البصلايه تاخد لون معايا خالص، انا عايزاها تدبل بس تبدأ تطلع البصلايه ريحتها. وابدأ بقى اضيف عليها شويه توابل. انا محضره بقى في التوابل بتاعتي عود قرفه، حبهان، قرنفل، ورق لوري، ملح وفلفل، كاري وكركم، بهارات دجاج. هبدأ بقى انزلهم على البصلايه بتاعتي. ومش عايزه اقول لكم الريحه تجنن قد ايه حلوه قوي. اول بقى ما ريحه التوابل تبدأ تطلع كده، انا غاسله الرز بتاعي ومصفياه كويس جدا. انا مش بنقع الرز خالص، مش محتاجه ان هو يتنقع. عندي رز بسمتي غسلاه ومصفياه. بدات اضيفه على البصلايه بالتوابل بتاعتي. هفضل اقلب فيه كده كويس لحد ما يتشرب كده، لو في اي ميه او حاجه يتشوح معايا كويس. وهبدا بقى اضيف الميه بتاعتي. انا بضيف الميه زي الرز العادي. حسيت في نص التسويه ان هو محتاج ميه ببدا اضيف له حاجات بسيطه. ما حسيتش ان هو محتاج، بيبقى كده مظبوط معايا. هبدا اضيف الميه المغليه تقريبا حوالي، يعني اعلى من الرز بتاعي بتقريبا حوالي سنتي. واول ما الرز بتاعي يبدا يبخر بوطي عليه وبحطه على اصغر عين عندي. بعد بقى ما بوطي على الرز بتاعي تقريبا ب10 دقايق ببدا كده اقلبه، اديله تقليبه، اشوف هو محتاج ميه مظبوط معايا. الرز كان حلو قوي ومش محتاج ميه خالص ومفلفل معايا حلو قوي، وكان خلاص داخل على تسويه. تقريبا خد حوالي تلت ساعه كان الرز بتاعي جاهز. عندي بقى الطاسه بتاعتي مسخناها كويس جدا، مش هضيف اي زيوت او ماده دهنيه، لان انا كده كنت ضايفه معلقه زيت على التتبيله بتاعت الشاورما. سخنت الطاسه كويس جدا، بدات انزل بالشاورما بتاعتي. احاول بقدر الامكان ما اقلبش فيها عشان ما تنزلش السوائل بتاعتها.
اول ما تبدا تاخد لون من تحت كده، احس ان هي خلاص بدات تستوي وتاخد لون من تحت، هبدا اقلبها عن الاتجاه التاني. عايزه اقول لكم الشاورما مش هتاخد وقت خالص في التسويه بتاعتها، تقريبا على حوالي 10 دقايق 12 دقيقه اقصى حاجه، دي بتبقى الشاورما خلاص معايا جاهزه. بصوا لو خدتوا بالكم ما نزلتش سوائل خالص، السوائل اللي موجوده فيها دي التتبيله اللي احنا عاملينها لها، الزبادي بالتوابل بتاعتنا بمعلقه الزيت كده. خلاص تقريبا كانت داخله على تسويه. هبدا بقى مع بعض نعمل مع بعض كطبق كده شكله حلو قوي، يتقدم في العزومات بتبقى شكلها حلو قوي وسهله وخفيفه، متاخدش مننا وقت خالص. بدات اضيف بقى شويه عيش، عندي بقى الرز بتاعي، اضيف كده الرز على العيش. لو في طبعا اي ورق لوري حبهان اي حاجه من الحاجات دي نبدا نشيلها. بصوا الرز مفلفل ومظبوط معايا حلو قوي. ونبدا بقى نضيف شويه الشاورما بتاعتي من على الوش كده مع حبه توميه. ومش عايزه اقول لكم طبق سهل قوي ولذيذ وما بياخدش وقت، وطعمه مختلف تماما، حلو قوي. مش عايزه اقول لكم من حلاوتها، يعني تقريبا كل اسبوع لازم تتعمل عندنا يوم فتة شاورما، لانها فعلا خفيفه وما بتاخدش وقت خالص وطعمها يجنن. مستنيه طبعا ان انتوا تجربوها وتقولي لي رايكم فيها. وده بقى كان شكلها النهائي بعد ما حضرنا طبق لذيذ وسهل قوي وما بياخدش مننا وقت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، مستنية طبعا رأيكم ومستنية كومنتاتكم، وإن شاء الله نتقابل فيديوهات تانية كتير هتعجبكم.